مساء الخير، يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم فطورنا راح أسوي تبسي دجاج بالفرن. تبسي دجاج بالفرن عندي هنا بهاي الطريقة. فتحت الدجاج حتى أضيف التوابل بيه. عندي هنا التوابل راح أضيفها. بهارات جدر، قليل من الكركم، ليمون دوزي، فلفل أسود وبصل باودر اللي ضفتهم راح اضيفهم على الدجاج واضيفهم بهاي صينية الفرن. وبعدين راح نضيف بوتيتا وفلفل اخضر وبصل وباذنجان وطماطم. بس هسه اول شي راح اضيف الدجاج واخليه بالفرن، بعدين نضيف فوقه الخضروات اللي راح نضيفها. هسه راح ابدي اتبل الدجاج. وملح، ضفت ملح شقد حابين، هو نعرف يعني قياس شقد نضيف. هسه راح اتبلهم. هنا تبلت الدجاج فد شوية، حمية الفرن فد شوية، مشغلته بس من جوه على 200 لانه بعد وقت الفطور خليه يستوي على راحته. وراح اضيف مي بالصينية شوية، نطي نعومة للدجاج بسرعة، يعني خليه يستوي. صح هو راح يذب المي مالته، بس لما نضيف له مي حار هم ينطي يعني بشكل يخليه يستوي، يصير يعني مو قوية الدجاج. عندي هنا الطماطم راح احمسها على الطباخ وبعدين اضيفها فوقها هم تصير كلش طيبة. وراح اضيف بوتيتا مثل ما قلت وحبشكلات. هنا ضفت الدجاج بالفرن، هو متبل قبل شوي شفتوه، بس هسه دا يطلع ما متبل. وضفت مي، فد قلاصين مي بالصينية مالت الفرن دخل. وهنا ضفت بصل وفلفل، فلفل اخضر بارد هذا. راح احمسه واضيف عليه الطماطم حتى اضيفها بالتبسي. وعندي هنا بوتيتا وبصلايتين وباذنجانايه وفلفل راح اضيفهم بصينية الفرن ويا الدجاج، فد شوية اضيفهم. بس هاي طريقة ثانية راح اضيفها واضيف عليها هاي حمست البصل واضيف عليها الطماطم تصير مثل الطماطم حمص، بعدين اضيفها بصينية الفرن تنطي هم نكهة كلش طيبة. راح اضيف عندي بقى توابل، هاي توابل من اللي تبلت لي الدجاج، هم راح اضيفها على التنة والعافية، اضيفها على الطماطم وعلى البوتيتا والفلفل والبصل لما اضيفها بالفرن. هنا راح اضيف الطماطم. هنا ضفت الطماطم، راح اضيف التوابل هي كاملة. هاي التوابل كل شي بيها اللي ضفتها للدجاج قبل. وهنا خليت البوتيتا بهاي الطريقة وكلهم، وضفت عليهم نفس اللي ضفته على الدجاج التوابل، فلفل واسود، بهارات جدر، فلفل بابريكا حمراء، كل شي عندكم ضيفوا، حتى ثوم مطحون ضفت. فهسه راح اخلطهم واضيفهم بصينية بصينية الدجاج، صينية الفرن اللي خليتها بالفرن. راح اضيفه ويا الدجاج بس اخلطه. وضفت ملح وثوم باودر ضيفوا، ايش حابين تضيفوا توابل ضيفوا، كله يطلع طيبة وياها. هسه راح اخلطهم واضيفهم صينية الدجاج. وعندي هنا الطماطم صارت عندي بهذا الشكل، بعد فد شوية تحمس ان شاء الله. ها هي لما تستوي عندي الدجاج ويستوي عندي هاي الخضروات راح نضيفها، بعدين اضيف الطماطم اللي حبيت اسويها انا على الطباخ، حبيت اقليها. حابين تضيفوا حلقات طماطم عادي مو مشكلة يعني، بس انا حبيت هاي الطريقة اليوم اسويها هيك. وهنا كملتها وصارت بهذا الشكل، طلعتها من الفرن. ضفت البوتيتا، طلعت الصينية من الفرن، ضفت البوتيتا، ضفت الباذنجان والبصل. هاي هسه راح ارجعها للفرن. ومي هي بيها مي، انا خليت قلاصين تقريبا مي ويا الدجاج يستوي بسرعة. وضفت زيت ضفته ويا التوابل، فالخاشوبتين 3 زيت ضيفوا يهم ينطي نكهة. وهسه راح اضيفها بالفرن. هنا ضفناها بالفرن بس انا مشغلة الفرن بس من جوا. وهنا الدجاج صار ويانا بهاي الطريقة. فهسه راح اضيف الطماطم فوقها وارجعها للفرن. وهنا ضفت الطماطم بهاي الطريقة
وراح ارجع الصينية للفرن. وهنا كمل فطورنا وصار بهذا الشكل. وهنا عندنا التمن وعندنا التمر بالسمسم، نزلته فيديو لما سويته. وعندنا هنا تمن اصفر وبالشوربة. ويا ربي وها واحنا عندنا هنا الخبز همينه. يا رب ان شاء الله افطارا شهيا للجميع وصياما مقبولين يا ربي. واليوم فيديونا هذا، واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو انزله. ومع الف سلامة.